قواعد مهمة جدًا لو هتكتب علاج ضغط للمريض بتاعك. أول حاجة لازم تبقى عارف مين المريض اللي هنبدأ معاه بcombination. اختلفت الguidelines حوالين الرقم اللي إحنا نبدأ معاه بcombination، يعني نوعين دوا ضغط مع بعض من الأول خالص. عندنا على رأس الguidelines الNICE guidelines، وبرضه نفس الكلام الAmerican Family Physician قال لك لو الضغط فوق ال160/100 ابدأ بcombination، يعني هابدأ بنوعين دوا ضغط مع بعضهم. يا دكتور ما هو في guidelines تانية بتقول إن فوق ال140/90، وفي guidelines تانية بتقول فوق ال140/90 وفي risk factors أو لأ. هاقول لك in practice اللي إحنا بنشتغل بيه، وزي ما قُلت لك دي كلها guidelines محترمة جدًا. in practice فوق ال160/100 بنبدأ بنوعين دوا ضغط مع بعض، ويُفضّل يا دكتور يكون الاتنين في واحد، في تابلت واحدة، عشان المريض بيستسهل إن هُم يكونوا اتنين في واحد. تمام، وهنتكلم أدوية إيه واسم علمي واسم تجاري والجروبات اللي هنبدأ بيها، لأن في بعض الجروبات recommended إن إحنا نبدأ بيها نذكرها بعد قليل، وبعضها مثلًا زي البيتا بلوكر بيكون لحالات معينة. تمام، ده رقم 1. رقم 2 لازم تبقى عارف كدكتور إن البيك أو قمة أو الefficacy بتاع أي دوا ضغط بنتكلم في average أسبوعين. يعني رجاءً ما تكتبش العلاج بتاعك النهارده والمريض ييجي لك تاني يوم أو بعد يومين يا دكتور أنا لسه ضغط عالي. طبعًا مش باتكلم عن حالات الemergency والhypertensive crisis، الحالات دي بنتابعها على مدار اليوم. لأ، أنا مش باتكلم عن الحالات دي، أنا باتكلم عن حالات الcold العادية. تمام؟ عرّف المريض بتاعك إن الدوا بتاعي الpeak بتاعته هتوصل بعد تقريبًا 14 يوم، ولكن إحنا عمليًا 5، 7 أيام أو ساعات قبل كده باشوف feedback، بس عشان أقيّم الجرعة بتاعتي بقى محتاجة تزيد تقل، الaverage بتاعي أسبوعين. طيب دي القاعدة التانية. القاعدة التالتة إن حضرتك لمّا بتدّي combination بlow dose أحسن من monotherapy بhigh dose. معلش واحدة، واحدة. ونفس الكلام برضه لمّا تدّي 3 أدوية triple therapy بدوزز خفيفة أحسن ما تدّي الhigh dose بتاعة الcombination. يعني إيه يا دكتور الكلام ده؟ يعني لمّا ساعات في الmonotherapy لمّا اتكلمنا عن الأدوية والdoses بتاعتها، قُلنا مثلًا إن الmaximum dose بتاعة الأملودوبين في المراجع مثلًا 20 مللي جرام. in practice إحنا ما بنزوّدش عن 10. أنا وصلت 10 والpatient لسه uncontrolled على الmonotherapy، أنا بادّي دوا تاني بجرعة قليلة أحسن ما أدّي الأملودوبين جرعة 20. وضحت الحتّة دي؟ ليه؟ أول حاجة الefficacy بتاع نوعين مع بعض بيكون أحسن من efficacy وأقوى من نوع واحد بس. رقم 2 الside effect تكون أقل. وضحت الحتّة دي؟ فالcombination بالlow dose أحسن من monotherapy الhigh dose. دي يا دكتور قاعدة رقم 3. القاعدة رقم 4 إن إحنا الأدوية اللي إحنا بنشتغل بيها كنا الأول قُلت لنا وبعض الguidelines تقول لك فوق ال55 وتحت لأ، دلوقتي معظم الguidelines بتتكلم سواء الARBs أو الACE inhibitor أو الcalcium channel blocker أو الthiazide، أي جروب من الحاجات دي تقدر تبدأ بيهم ما عندكش أي مشكلة، ما عدا هنيجي لقسم خاص ببعض الحالات الاستثنائية. يعني ما تجيش مريض diabetic وتقول لي يا دكتور الguidelines أنت قُلت لنا لأ. diabetic معروف ACE inhibitor أو ARBs ليه أولوية لو مريض diabetic. تمام، مريض renal عند مرحلة معينة ليه كذا، مريض post MI ليه كذا، موضوع البيتا بلوكر. أنا باكلمك in general. لو المريض ما عنديش recommendation، مريض أبيض ما عندوش أي حاجة تخلّيني أستخدم نوع معين، عندي ARBs، عندي ACE inhibitor، عندي calcium channel blocker، عندي thiazide، كل الحاجات دي أقدر أبدأ بيها. ولكن الup to date يا دكتور بتقول لك إيه؟ الup to date بتقول لك لو أنت محتاج combination وrecommend، والصراحة in practice حتى أنا في حياتي الARBs والcalcium channel blocker الصراحة دول الجنيه الدهب بتوع أدوية الضغط. combination مشهور، وهنتكلم إن شاء الله في السيناريوهات ولمّا نتكلم عن الأدوية بالتفصيل، بس أنا باقول لك قواعد عامة قبل ما نشرح. الARBs والcalcium channel blocker ده في رأيي المتواضع، وحتى الكلام ده طبقًا لup to date هم أفضل combination تبدأ بيه. تمام، وبرضه الARBs والdiuretic combination محترم جدًا لو الpatient indicated. ما هو ممكن الpatient يا دكتور محتاج diuretic. تمام، فبالتالي برضه ده من ضمن الcombination اللي إحنا بنشتغل بيه. مهم جدًا تعرف إن الpeak بتاعك زي ما قُلت لك بيوصل خلال 14 يوم، وin practice الefficacy بنشوفه بعد 5 ل 7 أيام.